كان في مرة ولد اسمه روبرت كيوساكي وصاحبه مايك، لكن ركز اكتر على روبرت كيوساكي بطل القصة النهارده. روبرت كيوساكي كان ليه ابين، اب غني واب فقير، فكان ليه حق الاختيار بين نصايح وتفكير الاب الغني ونصايح وتفكير الاب الفقير. كان الاب الفقير صاحب تعليم رفيع وذكاء وكان حاصل على الدكتوراه، ولكن الاب الغني لم يكمل او ما كملش الصف الثامن اصلا، اللي هو يعتبر تانية ثانوي ما كملهوش. واحد الاب الفقير حصل على دكتوراه والاب الغني ما كملش الصف الثامن. كان الاب الغني والاب الفقير كل واحد ناجح في مجاله وبيعمل بجد طوال حياته، والاتنين كانوا بيتقاضوا دخل مرتفع. اما احدهما كان يكافح ماليا طوال حياته، اما الاخر احد اسرى الاثرياء في هاواي. ولما ماتوا واحد ساب عشرات الملايين لعائلته، واحد ساب وراه ديون عايزه تسد. كان الاب الغني والاب الفقير كانوا بينصحوا بالتعليم بس بطريقة مختلفة او مسار تعليمي معين. كان كل واحد ليه نظرة مختلفة عن المال. كان مثلا الاب الفقير على سبيل المثال يقول المال رأس كل خطيئة، لكن الاب الغني كان يقول ديك ذات اليد هي رأس كل خطيئة. كان الاب الغني والاب الفقير كل واحد ليه تفكير معين وسلوك معين. على سبيل المثال كانت نصيحة الاب الفقير ادرس بجد لتجد شركة تعمل بها، ولكن نصيحة الاب الغني كانت ادرس بجد لتجد شركة جيدة تشتريها. وانا هنا بتكلم مش على الدراسة في نفس المسار الاب الفقير، انا بتكلم هنا مسار دراسي معين لتجد شركة جيدة تشتريها مش تعمل بها. كان أحدهما يقول وهو الأب الفقير أحد أسباب عدم وصولي الثراء هو أن لدي أو عندي أطفال. أما الآخر كان بيقول السبب اللي لازم أكون ثري عشانه هو إن عندي أطفال. يا عفو الله الرحيم، طريقة تفكير مرعبة ومختلفة. روبرت بيقول ان عندي ابين مؤثرين عليا ولسه مش عارف ياخد بنصيحة مين، فاتاح لي او شاف تأثيرين مختلفين كل تأثير والنتائج بتاعته. بعرف ان الناس بتشكل حياتها عن طريق افكارها. في فرق بين كون الشخص فقير وكون الشخص مفلس. الإفلاس مؤقت إنما الفقر هو شيء أبدي. روبرت بيقول فقد لاحظت أن والدي الفقير كان فقيرا ليس بسبب قدر المال اللي بيكسبه، يعني ما كانش فقير بسبب كمية المال أو المرتب اللي بيقبضه. ركز على النقطة دي، حط تحتها خطين. ولكن كان فقير بسبب أفكاره وسلوكياته تجاه المال. روبرت كيوساكي قرر وهو عنده 9 سنين قرر إنه يسمع لوالده الثري ويتعلم منه قوانين الثراء وإزاي يبقى ثري، وإنه ما يسمعش تاني لأبوه الفقير، مع إن أبوه الفقير هو اللي كان حاصل على درجات عالية. يعد المال هو أحد أشكال القوة، لكن تعليم المالي هو القوة الأكبر من المال. فالمال بيأتي ويذهب، بيجي ويروح، ولكن لو أنت تعلمت أشياء عن طبيعة المال فلديك السلطان النافذ عليه وبوسعك تحصيل ثروات. أو أقل ما فيها الفلوس مش هتتصرف في حاجات تافهة. أغلبية الناس بتروح المدرسة وما بتتعلمش حاجة عن المال، وعشان كده أنفقوا عمرهم كله إن هم يشتغلوا من أجل الفلوس. روبرت بيقول كان عندي 9 سنين، خطواته الأولى فكانت دروس أبي الثري بسيطة. كان بيعلمه شوية دروس عشان هو عايز يبقى ثري، وعندما تم تنفيذ كل ما هو مطلوبا اتبقى 6 دروس اتكرروا عليه في 30 عام. وبيقول وهشرح لكم ال6 دروس بالطريقة أو بالبساطة اللي علمني بيها أبويا. الدروس دي مش إجابات، الدروس دي هي إرشادات أو خطوات عملية تعملها تساعدك إن أنت توصل للثراء أو عندك استقرار مالي، تتحكم اكتر، بيبقى انت السلطان على فلوسك.